إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. الو. الو. معايا مين بقى؟ دنيا. انا دنيا. اهلا يا دنيا، انا بكلمك اقول لك مبروك انك طلعتي الاولى على الجمهوريه في ثانويه عامه ادبي بمجموع 409. الو. ايوه يا فندم. ايوه يا فندم، ايوه دكتور طارق. حضرتك هي معلش من المفاجاه مش قادره ترد على حضرتك وبتبكي بشده. لا تبكي ليه؟ دي المفروض تفرح النهارده وحضرتك تفرح فيها جدا، هي طالعه انا الاولى. يا فندم والله واثق يعني مليون في المية. وبنتي كل عملها وكل صفحه بتقراها بتوهبها لله سبحانه وتعالى. لا كله ربنا استجاب، هو طالعه الاولى ادبي بمجموع 409. الله يبارك في عمرك، الله يبارك في عمرك. لا والله الف الله يبارك مبروك. في عمرك. الف انا مبروك. ولي. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا ريت تكون مدركين ليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خلى في نهاية كل مجلس سورة العصر. ربنا حلف بالإيه؟ بالإيه؟ وقت الغفلة، اللي بيغفل بسبب أي حاجة. والعصر أنت خسران. كأن ربنا سبحانه وتعالى والله المثل عنده يقول لك بأمارة صلاة العصر كل اللي على كوكب الأرض خسران إلا اللي آمن آخرة وعنده صفتين في الدنيا، الحق والإيه؟ ما يجيش النهارده بعد الامتحان الشامل يقول لي والله ذاكرت. الصفة الثانية يصبر على ما تكرهه نفسه. الناجح في الدنيا هو اللي عرف معادلة النجاح. يدوس على نفسه، لأن أنت في الدنيا حاجة من الاثنين، يا تدوس على نفسك بمزاجك يا الناس كلها والدنيا كلها هتدوس عليك غصب عنك لغايه ما تكره حياتك. يا ناجح وعشان توصل لده تدوس على نفسك، يا اما فاشل وطول ما انت ماشي في كوكب الارض كل ذره من تراب الارض هي اللي بتدوس عليك. عمال تقول يا ريتني يا ريتني يا ريتني. ان الانسان لفي ايه؟ كل اللي على الارض خسران الا اللي عنده صفتين، ايه وايه؟ حق وصبر. السلام عليكم، ازيك يا امير؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ ما شاء الله، الحمد لله، الله يبارك فيك يا سيدي، مبروك ما شاء الله عليك. الله يبارك في انت حضرتك. نجحت. ربنا يطول في عمر حضرتك. الله يبارك فيك يا ولدي ويكرمك. ربنا يطول في عمر حضرتك ويدي حضرتك الصحة امين يا رب. اعدائك وربنا يا رب يحفظك. ربنا يسمع منك ان شاء الله يا ولدي. يعني انت خدت 100 من 100 في الدرجات ما شاء الله، والاول مكرر، وانت كنت في معهد طلعت النموذجي مش كده؟ ايوه. طيب يا سيدي، يلا شد حيلك بقى، وان شاء الله هنكرمكم في احتفال ويكون كده يعني تكريم. ووالدك موجود ووالدتك ولا ايه؟ لا انا والدي متوفي. ما شاء الله. طب اديني والدتك يا اخي اشكرها على انها يعني ساعدتك. طيب حاضر، لحظة واحدة. اتفضل. الو. ايوه اهلا يا حاجه، ازيك؟ ام امير. ام امير ما شاء الله، مبروك يا ستي. حضرتك الدكتور احمد الطيب؟ ايوه انا احمد الطيب والله. ربنا يحفظك للاسلام والمسلمين ويعز الاسلام بحضرتك. الله يبارك فيك ويجعلك يا رب يطول في عمر حضرتك يا استاذ الله يبارك فيك. احمد الطيب. انا بحب حضرتك بطريقه ربنا يخليك ويبارك فيك. حضرتك وانا بعز حضرتك جدا والله. وانا بشكر حضرتك اللي انت وقفتي ورا امير. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها
وصفا. حصل موقف في إحدى محاضرات الصعيد أنت لازم تتعلم منه. كان في بنوتة في قبل الحصة ما تبدأ كده كان باين عليها إن هي تعبانة شوية، فحاولنا نروحها. طب روحي وكده كده أنت هتاخدي الحصة هنبعتها لك على الكود وبتاع وكده. فرفضت تماما، يعني باين عليها إن هي تعبانة. المهم شوية الحصة بدأت سخنت، بدأنا بقى أسئلة بتتقاتل إن هي تجاوب سؤال ويطلع صح. مرة الثانية الثالثة، عارف انت لما حد كده كل مرة حد غيره ياخد الجايزة فيبان عليه ملامح الزعل. فأنا أخدت بالي، ندهت لها بقى في سؤال بعديه، يلا بابا اطلعي جاوب. فجاوب السؤال صح واخدت الجايزة. عرفت بقى إن البنوتة دي تعبانة ليه من زمايلها فتنوا عليها. تتخيل البنت دي المحاضرة 8 الصبح وهم هناك مراكز، يعني عشان تروح من مركز لمركز فيها مواصلات كتير، واصلا عشان تطلع من بيتكم فتلاقي اول مواصلة من المواصلات فهم بيتمشوا او بياخدوا مواصلة للمواصلة، قصة كده كلهم طالعين. يعني اللي طالع من بيتهم بدري كان طالع الساعة 5 الفجر. هي امبارح بالليل بقى بتاع الحصة كانت فين؟ كانت بتاخد جلسة كيماوي. معرفش انت عاشرت اي حد في فترة الكيماوي ولا لا، بس اللي انا اعرفه يعني ان بيبقى يوم الجلسة في يومين بعدها مش في ألطف حالة، يعني بالذات اليوم الاول والثاني كده بعد الجلسة دول ما بيبقوش ألطف حاجة. فانت متخيل ان في حد في ثانوية عامة هو دي مش حصة قاتلة، يعني حصة مراجعة، ما انت لو مش قادر تنزل اقعد في البيت وهتعرف توصل لها وتعرض عليك انك تاخد الحصة على الكود وتروح تريح. لا، انا قاعد وبقاتل لحد اخر دقيقة في الحصة وهوصل ان انا اجاوب على اسئلة وابقى من الناس المميزة في الحصة رغم كل البلاوي اللي هو فيها. مع احترامي يعني لما حد فيكم بيصدع بس شوية كده في البيت بينصحوه في البيت يبطل مذاكرة، صح؟ طب ريح يا بابا شوية. لا بتحصل لما حد بيبقى عيان. طب ريح النهارده. انت فين بقى والناس دي فين؟ انت مالكش حجة خالص ان انت فين. اتعلم عشان ما نيل المطالب بالتمني. مش هتيجي انك بتتمنى انك تبقى كويس، مش هتيجي انك تتمنى انك تبقى انسان تخش كلية نظيفة، هي هتيجي بالمعافرة. وعاوز اقول لك على حاجة، يعني انا ما اتعلمتهاش وانا قدك، بس اتعلمتها متأخر. فلو انت اتعلمتها بدري هتفرق معاك. الحاجة اللي ما بتحسش فيها بتعب معافرة الدنيا معندك ما بتجيبش نجاح. يعني ابسطها لك، لو انا دلوقتي قررت ان انا اعمل جدول بالليل للمذاكره حلو، والصبح همشي على الجدول ده من الساعه 7 صحيت 7 لحد 10 بذاكر، هلبس واوصل الدرس الساعه 1 في الدرس، رجعت الساعه 4 مثلا، الساعه 4 في البيت، هفضل اذاكر لحد الساعه كذا، فانا هفضل اذاكر لحد الساعه كذا. خلص اليوم والدنيا تمام، انت ما عملتش حاجه. النجاح اللي في الظروف العاديه الطبيعيه اللي من غير مفاجآت ده مش نجاح. بس انت بقى نعمل ايه لما تلاقي نفسك حاطط جدول مرسوم بالقد وتلاقي جالكم ضيف، حد من قرايبك، جدك، ستك، خالك، عمك، اي حد، ودخل، فانت مضطر تستقبله، وعلى الاقل مش هتقعد معاه طول القعده بس هتقعد معاه شويه. او جاي مثلا معاه عياله اللي هم قريبين من سنك فانت بتحب قعدتهم فتتنازل عن ده، تقعد معاهم شويه وتخلع ومش عارف ايه.
هتلاقي ان الموضوع ان انت بتحاول رغم الظروف اللي انت فيها دي صعب، رغم ان انا بشرح لك ظروف هبله. ظبطت المنبه فالمنبه مرنش او انت ما سمعتوش فدخلت زياده ساعه ولا ساعتين كانوا من يومك، فانت اصريت ان انت توصل انك تخلص هدفك. هنا بقى اللي هو عارف انت النجاح فيه ده حد التشالنج دي بتخلي النجاح طعم. انما اللي رسم ظروف مثاليه فالدنيا ماشيه مثاليه مفيش نجاح كده. ولو انت بتبص على النتيجه النهائيه لاي حد ناجح فانت عبيط. تبص على الهيلهوبا والهيلهوبا اللي اتعملت معاه قبل ما انت تشوف الصوره النهائيه دي. فانا عاوزك تتعلم ان في ناس في ثانويه عامه زيك زيهم بياكلوا الاخضر واليابس، مش سايبين فرصه لاي لحظه ندم. انت سايب بلاوي الندم. يعني انا بس لو في الصفين 3 اللي قدام هشاور لك على 10 تنفار اللي نام واللي سرح واللي ما زال لحد دلوقتي اصلا مش معانا واللي بيحاول يركز في كل كلمه. انت في سبق يا بابا، والسبق مش هيرحم دلعك، مش هيرحم نعسانك. انعس براحتك ونام براحتك وادي لنفسك مباراه. اصلا انا سهران طول الليل ندمان ليه؟ احساس ان انا ما عملتش اللي عليا، وانا لو عملت اللي عليا وصحتي تمام التمام وكل حاجه تمام التمام، فين عملت اللي عليا؟ انت كده عادي. فين جوله تشالنج؟ فين التحدي؟ فين انت دوست على نفسك؟ النجاح ما بيبداش غير لما تدوس على ايه؟ على نفسك. فانا مش شايف حد من اللي قاعدين قدامي بيدوس على نفسه قوي، يعني تعضوا على الصوابع. سايب نفسك لكل حاجه. امسك نفسك استرجل. الا اذا كان في تعب ومرض مش همنعك، بس يعني اصلا انا عاوز اغسل وشي اروح اجيب كوبايه قهوه وارجع. كده القرف. والله كده القرف. انت فاكر ان انت لما هتفوق يعني كده انت فوق؟ انت مش محتاج ميه تفوقك، انت محتاج ضميرك هو اللي يفوقك.